السلام عليكم. اهلا بكم في قناه المتواضعه طبخه وشنطه مع هبه. النهارده هنعمل فراخ بطريقه جميله جدا ومفيش اسهل من كده. دي وراك فراخ، انا مخليه البابيس لوحدها وبقيه الورك لوحده. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هقطع 3 بصلات وفلفلايه في قلب الخلاط، هعصر عليهم ليمونه وشويه توابل فراخ وتوم باودر وفلفل اسود وكزبره ناشفه وشويه ملح. بس هي دي التوابل بتاعتنا. هنفرم ده كله في الخلاط وننزل بيه على الفراخ، وهنحط نص معلقه سمنه حلوين لان الفراخ طبعا فيها كميه دهون فما بنكترش. وندعك الكلام ده كله مع بعض، نتبل بيه الفراخ ونجيب صينيه معانا نرصص فيها الفراخ وننزل عليها بقيه التوابل، بقيه الخلطه قصدي معلش، البصل والفلفل، ونوزع عليهم كويس قوي وندخلهم الفرن مع بعض. مفيش اسهل من كده. هي بعد ما طلعت اهي من الفرن نص سوا، هدهن وشها. انا كان عندي باقي صلصه من مكرونه، هدهن وشها بس كده تلميع من فوق، اي صلصه عندك، وهندخلها الفرن تاني. الصينيه بتاعتنا بعد ما طلعت الله اكبر تحفه، ريحتها تجنن. احنا كنا عاملين جنبها لحمه يا جماعه وفته، بس الولاد ما بياكلوش اللحمه فاضطرينا نعمل صينيه الفراخ دي للاولاد. والف الف هنا وشفا عليهم، وكل سنه وانتم طيبين. حاجه بسيطه، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش يا جماعه اللي متابعني لاخر الفيديو يعمل اشتراك للقناه ولايك ويفعل زر الجرس عشان الجديد احلى. السلام عليكم.